هاي يجيك واحد يقول لك كيليان امبابي لاعب منحوس وهو مخرب منظومة ريال مدريد، وريال مدريد موسمين صفرين بسببه. لا يا حبيبي انت مش تبي. لما سوينا سيرش على كيليان امبابي لقيناه محقق 7 دوري فرنسي، و4 كأس فرنسا، و5 كأس السوبر الفرنسي. تخيل كل هذا مع باريس، ولا حقق اول ما جاء ريال مدريد. اذا هو منحوس شلون حقق كأس السوبر الاوروبي مع ريال مدريد، وحقق كأس انتر كونتيننتال ايضا مع نادي ريال مدريد؟ بعد وين لاعب منحوس؟ وايضا الموسم الماضي هو هداف الدوري الاسباني مع ريال مدريد. تخيل كل هذا يقول لك لاعب منحوس. ولا مو بس هاي، كيليان امبابي حاليا هو هداف الدوري الاسباني، وايضا هداف دوري ابطال اوروبا، مع العلم انه ريال مدريد طلع من دور ال 16 من دوري ابطال. كيليان امبابي لسه الهداف. تخيل كيليان امبابي كل هذا مسويه ويقول لك لاعب نحس ولاعب فقر بريال مدريد وجاب الفقر لريال مدريد. تخيل كل هذا، ولا مصوتين 11 مليون على خروجه من ريال مدريد. للعلم ذول مصوتين مو كلهم مشجعين ريال مدريد، انا ما احب مشجع ريال مدريد ما مصوت لحد الان. بعد ذول صوتوا منو ما ادري. يعني ولا اذا هو لاعب نحس كيف حقق كاس العالم مع فرنسا 2018 وصعد فريقه للنهائي كاس العالم 2022 وخسر امام الارجنتين بالنهائي، ومع علم هو سنتها كان هداف كاس العالم. تخيل هيك كل هذا وتسميه لاعب نحس؟